نحط السمنه البلدي اهي، اللي عارفها برضو يعني ايه يعملها زي ما هو بيعمل. تحفه تحفه تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض البانيه، بس ايه يعني هنشويه مع بعض كده في الجريلا ان شاء الله. هنجيب بصلتين واربع طماطميات، هنقطعهم كلهم طرنشات كده، الطماطم والبصل، وهنحطهم عليه يعني زي ما انت حابه. التبليه نص ساعه، بس انا هعمله دلوقتي يعني هتبله واعمله، بس كل ما التبليه اكتر كل ما يقعد في التتبيله كل ما يبقى احسن واحسن. فانا هقطع الحاجه معاكم دلوقتي وهنحطها عليه. قطعنا الحاجه اهو، طماطم كده والبصل كده برضو. هنحط بقى البهارات إلها، بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل اسود وبهارات اللي هم 7 بهارات دول، بس كده هنحطهم عليه ونقلب بقى كله في بعضه. وتسيبيها بقى زي ما انت حابه تسيبيها، عايزه تعمليها في ساعتها اعمليها برضو هتبقى حلوه. فبس الاحسن يعني هي تقعد في التتبيله شويه، كل ما تقعديها كل ما بتديكي طعم احسن. خلاص اهو بعد ما قلبناها وحطيت معلقه خل واحده بس، وهحطها في التلاجة نص ساعه وهطلعها اعملها معاكم ان شاء الله. حطينا حته السمنه البلدي اهي، هنعملها كده في الجريل. وبعد كده هنجيب البانيه ونحطه بقى، بس ايه السمنه تسيح كده. نطلع البانيه اهو من التتبيله وهنحطها كده. كنا رصينا كله اهو في الجريل، بس اقسم بالله الطريقه دي رهيبه، يعني اللي هيعملها هيدري، واللي عارفها برضو يعني ايه يعملها زي ما هو بيعملها كده. ريحتها فظيعه، طعم بقى يعني حاجه تانية. يعني والشفا، وتعالوا اتفضلوا معانا لكل اللي هيشوفوا الفيديو ده. كده هنقلبه كده، هنقعد نقلب فيه يعني ايه، مش هنسيبه برضو ايه. بس الافضل ان انتوا يعني تحطوا سمنه بلدي، لانها ايه بتخلي له طعم تاني غير السمنه العاديه. خليكي مستمره في التقليب برضو. دول بقى اوعي ترميهم، دول بقى ايه بعد ما تخلصي خالص تروحي بقى ايه مشوحيهم كده، وكلي بقى بقلب هنا وشفا. مش تنسوا بقى تعملوا لايك وتتابعوني كده اللي كل يتفرج عليا. وعملنا بقى شويه مكرونه سباجيتا، اي خدمه. يلا بالهنا والشفا على هي وكل بس. وكده خلصنا اهو البانيه اهو. ما شاء الله يعني حاجه تحفه تحفه تحفه. تسلم ايدي بجد يعني.